نتكلموا على موضوع اللي هو ديجا صار لك انت مشكلتك مع البوليس اللي من بعد الثورة والتو ما تبدل تقدر تبدل لنا نحكي نحس روحي زاد البرد خاطر شفت شيء ما تستوردش العين. انا عندي حانوت الفرنك كيلومتر 4.5 بتاع شفاط المداوي نخدم مع روحي، عندي 4 سنين نخدم فيه ليل ونهار، عندي علاقه باهيه برشا مع الناس، لكن عمري ما كنت حد مشكله، نعيش عندي برشا ناس مجافرين، نعيش برشا بالذات نحبها برشا، ما حاولت نمشي حتى للدراسه غير هما لا يحبوني برشا كيف وعلاقتي باهيه معهم برشا. نهار لحد خليت الحانوت السلاح جمت على روحي، ومن بعد العشيه خليت خويا يخدم معايا، وعندي واحد من خويا يخدم معايا بدي وليدات عاقلين وصغار وكل شيء. مشيت نعمل بقاوة الناس الكل. من بعد 6 عباد تجري خارجة من القهوة بعيد عليها 3 متر قابلتني خرجت معاهم نلقى خويا يضربوا فيه ولاده، ومعاه كل واحد ومعاه مجموعة كبيرة قاعدين يضربوا فيها. عايز حبيت نشوف الحكاية شنو، بالعكس أنا هديت روحي الماكسيموم، حبيت رد فعل خير. واحد آخر ببقعة رد فعل ممكن كان يعمل حكاية كبيرة، أنا بالعكس هديت الوضع وطلبت الحاكم 4 مرات ولا نطلب في الحاكم بربع ساعة نستنى جو الأولاد قاعدين يتكبسوا قدام الحانوت يكسروا في بعضهم، قاعدين يقطروا علينا، وبالعكس أنا هديت الأولاد كيفي ومعايا حبوا ينظروا معانا في شيء من القهوة ما خليتهمش، وتم يصير كذا يجينا نفضوها بالحاكم وكل شيء. ما عرفتش كيفاش الحاكم ما زاد حكاية ساعة أخرى ساعة ونص، والأولاد قاعدين في القابلين يستنوا بيتحاوروا ما حتى يلموا أكثر. لو هما كنجوا معناها مظلومين ولا حاجة ما يستنوش هما قدام الحانوت ولا حاجة، هما من الأول كانوا مظلومين راهم هما من الأول، ولا روح ما يتفضل الحكاية. الناس كثرت من القهوة العباد برشا حجرة جت بالصدف، خاطر ثم كهرباء حاولت تضرب السكوت باش حاجة جت بالصدف، ما نعرفش من القهوة يا واحد من غير معنا احنا، واحد من صحابنا حاب يضرب الحانوت يا فهمت. جت حجرة بالكهرباء ضربت الله غالب قضاء وقدر صارت الحكاية. فهمتني خويا مشينا جت كربت الحاكم انتقلت جايتني انا خاطر انا طلبتها، مشيت طلعت معاهم انا بنيتي ومعايا خويا، فهمتني معايا خويا طلعنا المركز مركز تجديد الجزائر نهار لحد خاطر المراكز كلها مسكرة. قبل اول ما دخلت ديريكت بدا فيه بالفرد رئيس المركز، قلت له راني طلبتكم يا سيد، راني طلبتكم من 4 مرات كان في فصل الحكايه وما يقولش الشيء هذا، علاش ما جيتونيش؟ قال لا هم اللي يجوا قبلك وشاكين واحد وكل شيء وكهرباء مكسر، ولا غالب كهرباء مكسر انا نجم نصلحها معترف بها نورمال، حتى ما كسرتهاش انا ولا كسرها اي واحد ولا كسرها هم نورمال نجم نصلحها بفضل الحكايه. فك لي البورتابل اللي قال لي تو كسروا على الحيط ومدري شنو وماكش متربي وزي سمع فيك الكلام، انا كلمه فيك ما ردتش حتى فعل خير معاه. يعني تشوف اللي انت حولت من مظلوم لظالم. ضربني وكاس بدني وكاس عقول ما كان هذا، انا اللي كنت ولا مش كبير وما كنتش انا في بالي على الوضعيه هذيك، في بالي مازالت الحكايه معناها على الاساس انه هما باش يعملوا البحث نتاعهم وانا باش نعمل البحث نتاعي، هما لازم يحكوا اللي يحبوا في البحث نتاعهم ويحكوا اللي يحبوا وزادوا كما حبوا فهمت براحتهم. ومن بعد شويه روحوا الاولاد هما سلام يروحوا يمشوا يعدوا على رواحهم ويعملوا كيف يحبوا برا. انا خويا مضروب وخويا مضروب في كتفه، مثلا نجلس نعدي ويدي توا مضروبه تتعبين ما نجيش حتى 6 ساعات الخدمه رجعت مانيش كما قبل. سامحني كملت في المركز وبعد ما خليناش نمشي نعدوا، ركز لنا المينوت فينا ونسكن من الديور شنو جت الوالده لحقت ونسيت وكل الوالده خلاص اول مره تشوف اول مره ندخل المركز اول مره المينوت ترتب فيها كنت ما يترتب وزاد ولاد معناها هذا مش ولاد واحد كبير انا ما شفتش حتى طرف لهنا في الامه هذيك ولا كانت القضيه من ثم كينك تخرج بالسياره لنا والاولاد يصوروا لنا اصحاب ولا بيت ما خلاش يصير الحكايه هذه. سامحني معناها انت مخصوص علاش البوليس معناها عمل معكم علاش حب اول وتكبر الحكايه للدرجه هذه؟ ماشي انا نشوف حسب هما يعرفوهم بالذات ممكن دفعوا ممكن علم لله ما نعرفش يحب يرجع الجهويه ولا
هذا من تقرير ومحدث. لا يكون ما يجيش كده راهو بالعكس انا التقرير كله يحبك. قال لك البوليس في بلادي ثانية قال لك البوليس حكيت تدفع. لا ذيك الحكاية النهار الثالث خليكم تو نكملوا نحكيو الحكاية. فهمتوا؟ هزونا للجيور وكل شيء يمكن اليوم الغدوة انا في الجيور انا وخويا وصانع داخل حل الحانوت يخدم على روحه في داخل الحانوت اللي تعبت عليه هنا من الله باش يرجع يخدم على روحه. تم كمل الخدمة جاء خارج من الخدمة عرضوا له ولاد بالنسبة بنتي ب 145 في ساعة في بيدي هكا. ما نعرفش في ساعة يعقول اولاد خاطر مانيش برشا حاجة ما نفهمش عليه. مولاه اسمه الهادي ومعاه اخوه هذا المضروب اللي عامل سيرتيفيكات 60 يوم اليوم وتخدم سيرتيفيكات ما تجيش حتى نتاع الهارين. كنت ضربة صغيرة انا ريتها بعيني ضربة صغيرة فيها خبز فيها شوية دم في المركز وساقه تتحرك ولا رد لحد شيء. المركز موجود يجي ساعة وبحضر الحانوت يجي ساعتين ويستنى ثلاث شوية على رسول الله يجي رجل مضروب نتاع 60 يوم وهو باقي واقف يصير منه هذا الكلام. مشينا للجيران نهار الاثنين ضربوه كان يدقبوه كل شيء يبكي نهار السيف. شنو مشى لغاية المركز البحث شنو انت من قروات تضرب يترمون عليه اسمه قروين تضرب سبحان الله هم قروين عنده سلاحه مش عنده عصا حين وباش يضرب بها يهبطوا له ضربوه اللي عدوا على سبيل الشرع حتى سبيل الشرع اعطاها في الحكومه ولا موجودين لكن جاب سبيل عادي راه اعطاها 4 شهور في راسه يشوف حالته يستخرج. هو الراجل توا في قروات هو لازم يعلم به ربي معناها خايف شيء. واحنا في البحث نهار الثلاث بدلون البحث في مركز كمون. الباحث بتاع مركز كمون وناقص اسمه طلبت منه قلت له البحث بتاعي راهو ناقص ما هوش مريض خاطر ما تجيش لي انا طبق الحاكم وبرشا حوايج ما تجيش مريض. الرقم بتاعك ظهر لي متاخر شويه. لا وفرنسيت كنت تبدو ما تقول له من دول على قد التفاصيل. لا انا لا التفاصيل كتبتها في مركز تجديد ما كتبوش لطبق الحاكم طبق من تفاصيل مدعوني في المركز وكتبت جاني من الجنجيب الله يبارك دفت فيه الاخر من الجماعه الاخرين قالوا انا البحث بتاعي ناقص قالوا نزيد على راحه الحد انا كي نزيد وانا نشوف حرك انا ما استلمت حتى كلمه عزيز هذا مش بالفعل باش تضرب لي حاجه كنت على راحه الظلم شفت ظلم تصور واحد بوهيلي موجود غادي فينا في المركز في زوج اطار الجميل تكلم انطق شاف المضروب على رجله وقال راهي ماهيش ضربه ماهيش كثره. الواحد يخدم في المركز قدام يتحكم انا حكت من القهر انا اشوف سبحان ربي. عدونا رجعونا للجيران انهم تغدوا في قبل وكيل الجمهوريه. انا ما قابلتوش وكيل الجمهوريه الجنه خويا الحمد لله على الحمد لله احمد ربي انه خرج هو وانا بقيت في البيت خويا مريض بالكلى ويعلم بيا ربي. تعرفش الممارسات ولا عنف لفظي او جسدي في تعرضت من العنف الجسدي لا خاطر انا ما وصلتش روحي فهمت. انا ما بالعكس ديك ممارسات في المركز ممارسات كبيره ضرب في الجيور ياسر معاملات قاسيه جدا. واحد حطوا فيه تحت الماء واحد يحطوا في الماء البارد واحد دار يطير واحد يتكلم يبدا بالمينوت ليله كامله يعلم به ربي الخير وضرب واحد فم طايح واحد بعد الثوره. هذا بعد الثوره اللي صايره صاحبي بن علي رمضان ظهر لي نشوف انا ممكن كانت قبل انا عمري ما تعرفت عهد بن علي المسكوت حتى العنف اللفظي عمري ما تعرفت حتى الجيش. بالعكس انا نهار تلاقينا في الثوره ندافع على الصفاقس ندافع على البلاد كلهم ورا واحد في القفلين خدت الصفاقس سنتين وندافع ونعس على الناس ونعس على الشخصيه خاطر الخيانه عادي الخيانه هذويا هذه حتى عليك الثانويه يحبوا بس هذا هما جماعه الحاكم البوليسيه والله حرام عليهم والله حرام عليهم. وليد انت توا في حاله صراحه وقتي. انا تو في حاله صراحه وقتي ما عادش ربي سبحانه وتعالى نهار الجلسه ما يحبش يسمعوني اصلا ولدي خليني نحكي خليني نتكلم حتى المحامي يتكلم كلمتين معايا مسكين ما خلوش معناه يتم القضيه وطلب مني طلب الصراحه الوقت كل شيء يوفقوا له كامل. جلستك وقتاش يا وليد؟ جلستي نتاعي نهار 16 انا نطلب من الحكومه انها تنظر في الحكايه تنصفني نحب الكبار ينصفوني. انا راهو الشيء اللي هذا يوصل كل البوليسيه راهو نحب من رئيس المحكمه ولا من وكيل الجمهوريه اللي مش يسمعني راهو حرام النساء راهو حرام راهو ذم ربي موجود
حروتي مفكر يعني يعلم بيه ربي انك مش تعب عليه كل شيء. شوفوا ربي يقبل كل شيء. بارك الله فيك وليد.